النهارده هنعمل احسن طريقه ممكن تجربوها لعمل الكبده. انسوا بقى طريقه عز المنوفي وكبده الفلاح وجربوا الطريقه دي وعلى ضمانتي بجد هتعجبكم جدا. قبل اي حاجه ما تنسوش تضغطوا زر اشتراك في القناه وتصلوا على النبي، ويلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا. اول حاجه معايا كبده، انا ما بغسلهاش، انا بقطعها مكعبات كده وهي لسه متلجه، وبعصر عليها ليمون وملح ورشه جنزبيل بسيطه. وبعدين بجيب طاسه كده واحط فيها شويه زيت يكونوا كويسين كده، زيت كتير شويه. وهنبتدي نسيبه يسخن جدا جدا جدا، واول ما يبتدي ان هو يسخن نروح نازلين بالكبده مره واحده، طبعا من غير ما نغسلها بالليمون والجنزبيل والملح اللي احنا حطيناه. اول ما الزيت يبتدي يسخن خالص كده نبتدي نقلب في الكبده، وبعدين نجهز معانا بصلتين. بصله هقطعها عشوائي وبصله هقطعها جوليان، وطبعا التقطيع حسب على حسب رغبتك، يعني ممكن تقطعها اصلا تفرميها في الكبه براحتك خالص. بس انا واحده كده بقطعها مكعبات كبيره والتانيه بقطعها جوليان، وبتبقى تقطيع حلو قوي، بقسم بين الاثنين. وفي الوقت ده هتكون الكبده خلاص اتشوحت واخدت لون حلو، بروح بقى نقلها كلها كده في جنب. وابتدي طبعا الزيت ما نزلتش ميه لان انا حطيت الكبده وهي سخنه والزيت سخن جدا، فنزلت بقى البصل في جنب كده. وهبدا برضو ان انا اتبله واحط عليه ملح بقى وفلفل اسود وكمون وشطه وسنه من مرقه اللحمه، واقلب الكلام ده مع بعضه كويس كده. وبعدين هخلطهم بقى شويه بعد ما البصله تدبل، هخلطها مع الكبده بقى يبقى كله كده متلخبطين في بعض. بعد ما خلصت كده هجيب بقى قرنين فلفل سواء حامي او رومي براحتك اللي انت عايزاه، وهتحط كمان سنه بسيطه من ملح الليمون. الملح الليمون بيديها طعم حلو جدا، بس تكون سنه بسيطه، ودي خطوه يعني مش اختياريه، لازم تحطيها عشان تطلع معاكي طعمها حلو جدا. هنا الكبده خلاص البصل داخل في السوا، فانا هحط الفلفل دلوقتي عشان الفلفل الجلده بتاعته ما تتخلاش او يستوي زياده. هبتدي ان انا اقطعه برده مكعبات كده كبيره شويه، وهقلب بقى كله كده في بعضه لحد ما الفلفل يبتدي ان هو يغمق سنه كده، عارفين انا مش عايزاه يستوي خالص، بس ان هو يبقى فيه قرشه بسيطه خالص. عايزه تحطي فلفل الوان برده براحتك عادي. انا هنا بقى هفرغ كده في النص مكان عشان عايزه احط برده فصين توم كده يتحمروا في الزيت، انا عايزه كل حاجه اديها صدمه كده واديها تشويحه. فهنا حسيت ان الزيت قل مني، فهحط شويه زيت بسيط كده عشان اشوح فيهم التوم ياخد لون كده ويبتدي ان هو يصفر معايا. واول ما يبتدي بقى ان هو يصفر معايا هروح مشوحاهم بقى كلهم مع بعض، وهسيبهم يتسبكوا او يستووا كده مع نفسهم على نار هاديه خالص. واول ما يستووا هرجع لكم وهنقول هنعمل الخطوه بقى الاخيره، وبتقدم بقى مع طماطم كده مخلله وفلفل وشيبسي. بجد بتبقى اكله سهله وسريعه وخفيفه، وكمان ممكن تعمليها على رز او سندوتشات فينو او سندوتشات بلدي، بتبقى حلوه برضه. هسيبها بقى تستوي كده مع نفسها وارجع لكم بعد ما تستوي. طبعًا هنا بعد ما استوت بقى خلاص، بدأت برضه أفرّغ مكان في النُص عشان مولّعة فحم وعايزة أحطها. بيقولوا بقى لهم فترة كده الفترة الأخيرة إن حتّة الفحم دي بتبقى مُضرة أو غلط للصحة أو كده، لكن أنا بصراحة دايمًا باحب طعم الفحم كده في الأكل، بيدّي طعم وريحة حلوة جدًا. فأنا جِبت كده فحماية ولّعتها وأحط عليها نقطة زيت، وحاطاها في ورق فويل وهاغطّي عليها هاسيبها تاخد كده ريحة الفحم. يبقى أكل شبه بتاع برّه بالضبط. كنت في الوقت اللي أنا بقى عملت الطحينة وكمان عملت الطماطم المخللة ومخلل، وكمان نزلت بقى بالكبدة. عايزة أقول لكم أحلى طريقة ممكن تجربوها، جربوها بقى على عيش بلدي، عيش فينو، وعلى ضمانتي هتعجبكم جدًا. وبس كده بقى، ده كان الفيديو بتاعي النهارده، ودي كانت الوصفة بتاعتي النهارده. بس كده بقى، لو الفيديو بتاعي عجبكم ما تنسوش تضغطوا زر الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس، وكمان تحطوا لي لايك، واستنوني في وصفة جديدة وأي وصفات عايزينها اكتبوا لي في الكومنتات. أسيبكم بقى في رعاية الله. هنقدمها كده مع عصرة ليمونة وطبق شيبسي، وبس كده دي كانت الوصفة بتاعت النهاردة. مع السلامة.